اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى كده إن شاء الله. يعني قلت ايه فيديو كده، عملت فيه دونتس وعملت ميني باتيه كده، فقلت بقى ايه اصوره لكم كده، وانا فعلا طلع جميل جدا على فكرة وكان طعمه جميل. فقلت بقى ايه يعني اشارككم كده اللي انا عملته. هنا حطيت دقيق، ويعني قولي كوبايتين ونص دقيق او 3 كوبايات. حطيت عليه لبن بودرة وحبة ملح، ماشي، ورحت نازلة عليه بالخميرة وقلبتهم في بعض. وده لبن رايب كان عندي. رحت برضو مقلبة كل ده كده ببعضه، وحبة زيت، حطيت حبة زيت، وعجنت بقى ايه كل ده مع بعضيه كده. فضلت بقى كده اعجن فيه كده ايه كذا مرة كده. وبعد كده بقى بحطها في طبق. بصوا عجينة طرية خالص، بحطه في طبق واغطيه. ديت عشان الميني باتيه. دي بقى عجينة الدوناتس. عايزة اقولك انا جايباها من مصادر موثوق منها يعني. هنا حطيت بضاية وحطيت معلقتين سكر وقلبتهم حلو قوي في بعض، وحطيت حبة زيت كمان. بعد ما قلبتهم جامد رحت حاطة الخميرة وقعدت اقلبهم جامد. دول 3 كوبايات دقيق. انتوا بقى ما تحطوش العجين كله، ما تعملوش كده، لا. حطي خلي الطبق مثلا فيه ال البيضة بالزيت وكده هوت، وتاخدي حبة حبة من الدقيق وتقلبي لحد ما تلم معاكي. بعد ما تلم معاكي، لان الدقيق بيفرق بقى من نوع لنوع وكده. يعني الدقيق ده بالذات ممكن دقيق بيشرب المية فيه دقيق كده يعني. هي الدقيق انواع. هنا بقى كان عندي جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر، وحطيت عليهم جبنة دومتي علب وقلبتهم في بعض. وكان عندي زيتون حطيت برضو حبة، وكان عندي حبة البركة او سمسم برضو حطيت حبة. هنا بقى ايه كنت العجينة كانت خمرت، مسكتها كده قطعتها ايه 4 تربع كده عشان هشكلها بقى، وحطيتها على جنب. عايزه اقولكوا والله الباتيه كان طعمه تحفه، وكان احلى من بتاع راجل طبعا، لان انا حاطله لبن رايب ومروقه عليه. لكن في المخبز مش بيعمل كده طبعا يعني. هو بيبقى عايز يعني انا في اعتقادي ان هو مش بيحط له لبن والكلام دوت. هنا بقى هنا بقى بحط الجبنه بالزيتون بالجبنه الشيدر والموتزاريلا كده، وبعمله اي شكل بقى تحبيه اعملي براحتك. وبصي عايزه اقولك لو عايزه تصغري كمان حجم العجينه عن كده صغريها براحتك عادي. هنا بقى بصوا كنت عملته كده. عايزه اقولكوا هو ما قعدش اصلا، بنات بألف انا وشفا اكلوه وكان عجبهم جدا وعجب ملك جدا بقى بنتي الكبيره. ال3 والله. بس يعني هما كانوا مبسوطين قوي بيه، لان اول مره اعمله على فكره. اول مره اعمل باتيه في البيت. والدوناتس تاني مره. اول مره ما صورتها يعني من كام يوم عملت دوناتس بس ما صورته لكمش. فهنا بصوا بقى بقيت احشي كده واحطه بقى في الصينيه، وهسيبه يخمر تاني على فكره. يعني انتي بعد ما تحطيه كده في الصينيه سيبيه يخمر تاني. اهو قعدت بقى رصيته كده زي ما انتوا شايفين. والحتة القطعيه بتاعت العجينه انتي براحتك اعملي اللي انتي عايزاه. هنا بقى قلت لهم ايه هعمل لكم من العجينه بتاعت الباتيه. قلت هعمل لهم كرواسون كده محشي شوكولاته. فكنت باخد بقى فيه شوكولاته، كان عندي شوكولاته بيضه شوكولاته من التانية. المثلث كده تحطي في الحته العريضه من المثلث، تحطي حته الشوكولاته وتبرمي. هنا بقى حطيت حبه لبن، وعليهم بضايه، وعليهم حبه نسكافيه او قهوه اي حاجه عندكم. ولو عندك فانيليا حطي كيس فانيليا كمان، وتربيه جامد جامد. وتدهني بقى ايه وش العجين كده زي ما انتوا شايفين كده، عشان هو بيحمر وش العجينة. ماشي. بعد بقى ما دهنته كده كله، جبت بقى حبة البركة والسمسم وبقيت احط كده على وشه. والله والله كان تحفة، كان روعة.
يعني انا كمان ما كنتش مصدقه ان هو هيطلع حلو كده يعني. بس عامه العجين بالذات كل ما بتخدميه حلو بيطلع حلو يعني. تحطي بقى تحطي له بقى لبن، تحطي له. انا بصراحه كنت عايزه احط له قشطه، بس ما رضيتش يعني. مع ان القشطه حلوه يعني، حاجه مش وحشه. بس بصراحه ما حطيتش يعني، مع ان عندي. هنا بقى دي العجينه، انا خلاص سبته بقى يخمر على جنب، بعد كده احطه في الفرن. الباتيه. دي بقى العجينة بتاعت الدوناتس اللي انا عملتها معاكم، اللي هي معمولة بالبيض. هنا بقى كنت بصوا كده ظبطتها كده الجناب. وقلت اعمل بردك مثلثات، اعملها مثلثات كده وهتتقلى. والدوناتس دوت انا حمرته في الزيت اصلا. انا عملته قبل كده في الفرن، وجبت لكم مقطع منه صغير ان انا عملته ساعة لما كنت عاملة المحشي. بس ما كانش يعني، مش كان احسن حاجة يعني، مش عارفة، انا حبيت ده اكتر. هنا بقى كنت فتحت الفرن كده عشان اشوف المولتو بقى. حاشية بقى شوكولاتة، بس كان طعمه جميل برضو. دي شوكولاتة بيضة دي على فكرة. انا كنت حاطة شوكولاتة بيضة وشوكولاتة من التانية. سبتها بقى تخمر تاني. انتوا الدونس بعد ما تقطعوه سيبوه يخمر تاني، يعني هو بيخمر مرتين، والباتيه برضو بيخمر مرتين. بعد ما تشكليه سيبيه يخمر شوية تاني. كل ده بيبقى كويس يعني. وهنا بقى حطيت الحلة كده صغيرة فيها زيت، عشان لازم تبقى في حاجة غويطة يعني. وبحمر بقى كده الدونس كده، بقيت احط واحدة واحدة او اتنين على حسب بقى. وده سكر وعليه قرفة. حطيت بقى اللي هو المثلثات ده، بقيت احط عليه سكر وقرفة. كنت عايزة اقول لكم بقى يعني، اللي مش مثلا ما عملش دوناتس قبل كده مقلي، هو ما بيشربش زيت اصلا اصلا، ولا فيه الهوا من جواه. يعني من جوه ما فيهوش زيت خالص خالص. اوعي تفتكري ان هو يشرب زيت والكلام ده، لا مش بيشرب زيت ولا حاجه. مش فيه دقيق. مش فيه عيش بيتقلى في الزيت. وما بيبقاش فيه اي حاجه. بصوا هنا بقى بص الجبنه جواها بالزيتون، والله كان طعمها تحفه. انا حبيت. وهنا كنت سيحت بقى الشوكولاته كده في الطاسه، وبقيت احط بقى كده يعني احط في الدوناتس واحط في الطبق. عايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا، وانا بستودعكم عند الله دايما. وربنا يا رب ما يحرمني منكم ابدا، ولا من كلامكم الجميل اللي بتكتبهولي. وتفضلوا كده جنبي كده وفي ظهري على طول ان شاء الله. واقدم لكم دايما حاجه كويسه وتحبوها. هنا بقى كنت خلصت خالص. انا بحبكم جدا جدا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم وانا قلت بصراحة لازم اصور لكم اللي انا عملته. بحبكم جدا. نشوفكم على خير ان شاء الله.